السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس أساسيات البرمجة باستخدام ال C++. النهاردة هنتكلم يعني نظري، هيبقى فيه نظري، ولكن هيبقى فيه كمان بقى كودينج. النهاردة هنتكلم عن ال C++ syntax. وفي البداية كده خلينا نفتكر انه ايه الفرق بين الاي دي اي والتكست اديتور. ده اللي احنا اتكلمنا عنه برضو الفيديو اللي فات شوية، وقلنا انه التكست اديتور ده عبارة عن هو زي التكست فايل، التكست فايل العادي اللي انت عندك في الويندوز تكتب عليه شوية نوتس. ده يعتبر تكست اديتور. برضو لما بنيجي نكتب كودينج بنستخدم تكست اديتور بقى زي فيجوال ستوديو كود. ده يعتبر تكست اديتور. طب بيعمل التكست اديتور، بتكتب فيه كود، بتموديفاي حاجات، تعدل حاجات، تضيف حاجات، تعمل رن. هو ده التكست اديتور. طب ايه الاي دي اي؟ هو نفس الحكايه، هو عباره عن تكست اديتور بس بمزايا اكبر، مزايا احسن، في فيتشرز كتير. بس وطبعا مهم ان انت تحمله وتستخدمه، ولكن ايه، ما انصحش ان احنا نعمل ده دلوقتي لان احنا لسه في البدايه. مش عايزك ان انت تحمل اي دي اي وتبقى منبهر بالفيتشرز اللي فيه، لا احنا عايزين نركز على الكودينج ونركز في حاجات معينه. فهنستخدم فيجوال ستوديو كود، وبعد فتره بكل بساطه هنحمل الفيجوال ستوديو. مش فيجوال ستوديو كود، في فرق بينهم. فيجوال ستوديو العادي هو الاي دي اي اللي فيه الفيتشرز الكتير، ومش هنقعد نعمل بقى الخطوات اللي احنا عملناها بعد مثلا ما عملنا انستول لفيجوال ستوديو كود. قعدنا نكتب في السي ام دي حاجات وعملنا انستول لحاجات تانية. لا، لما نيجي نحمل الفيجوال ستوديو اللي هو الاي دي اي، هو بس كليك هنعمل انستول للفيجوال ستوديو كود وهنعمل انستول للسي بلس بلس اللي جواه، وخلاص كده مش هنعمل اي حاجة تاني. طيب، أم تعالوا نشوف الفانكشنز. احنا هنتكلم النهارده برضو عن الفانكشنز، ومش هنتكلم عنها بشكل كبير، احنا يا دوب هنتكلم عنها قشور من بره، لانه احنا قدام هنتكلم عنها بالتفصيل وهنقول كل حاجة المفروض نقولها عن الفانكشنز. لكن تعال نشوف النهارده احنا هنقول ايه عنها. الفانكشن هي عبارة عن بلوك اوف كود، يعني بلوك كده عبارة عن اسطر من الكود علشان يأدوا مهمة معينة. طيب، ما هو في العادي احنا لما نيجي نكتب اي حاجة في الكودينج بتبقى لنفس المغزى، ان احنا بنعمل بلوك اوف كود علشان نعمل حاجة معينة. ايه الفرق بين العادي ده وبين الفانكشن اللي انا عايز اتكلم عنها؟ الفرق انه ساعات انا بحتاج ان انا اعمل كود، والكود ده انا هقعد اعيد وازيد فيه، يعني هقعد اعيد وازيد في نفس الحاجة، يعني نفس الحاجة هكتبها كذا مرة. انا عايز انه في حاجة معينة تحصل، وبعد شوية نفس الحاجة دي تحصل تاني، وبعد شوية نفس الحاجة دي تحصل تاني. فهلاقي ان انا عمال repeat myself، انا قاعد بعيد في نفسي. وده المبدأ اللي الفانكشن اتعملت علشانه، اتعملت على مبدأ don't repeat yourself. انت بتعمل الفانكشن دي مرة واحدة وهي بتفضل تعيد نفسها علشان انت ما تعيدش نفسك. هي دي فكرة الفانكشن باختصار، ومش هنقول اكتر من كده دلوقتي علشان قدام هنتكلم عنها بالتفصيل الممل وهنفصصها حتة حتة. طيب، تالت حاجة معانا النهاردة وهي اللايبريريز. ايه هي اللايبريري؟ اللايبريري هي عبارة عن بلوك اوف كود كده، في حد الله يكرمه كتب حاجة معينة، احنا بنستخدم الحاجة دي كلنا، يعني اي حد هيكتب كود هيستخدم الحاجات ديت. فهو اختصر علينا وقت، بدل ما احنا نفضل نعيد ونكتبها من الصفر في بداية الكود. انا عايز اعمل آلة حاسبة، وانا عايز اعمل موقع، وانا عايز اعمل مش عارف ايه، كلنا عايزين نعمل حاجات معينة، وهنبدأ نعيد بقى الكلام اللي هو كلنا لازم هنكتبه، سواء حاجات معينة مشتركة بيني أنا وبين الحاجة اللي بعملها، أو الشخص التاني اللي هيعمل موقع واللي هيعمل جيم واللي هيعمل. كلنا في بينا حاجات مشتركة، كود معين هنكتبه زي ما هو. هو بقى الكود اللي هنكتبه كلنا زي ما هو ده بنعمل له import من library. هو واحد الله يكرمه كاتب الكلام ده ومجهزه، انت هتعمل له import وتبدأ تكتب بقى الحاجات اللي انت عايز تكتبها، بدل ما تكتب الحاجات المعروفة اللي انت بدل ما تضيع فيها وقت فبتعمل لها import. برضو لما نيجي ناحية الكود هنتكلم عن اللايبراري اكتر، وهتفهم هنعمل امبورت ازاي وايه اللي جوه، والحاجات دي كلها هنفهمها لما نروح للكود. انما هنا دلوقتي في النظري ما تركزش قوي في التفاصيل المملة اللي ملهاش لازمة، انا بس بفهمك علشان تبقى مدرك وفاهم، لكن الكلام ده ايه، هنفهمه فعلا في الكود.
طيب نيجي لأهم حاجة عندنا النهاردة، وهي الفاريبلز اللي هي المتغيرات. من اسمها هو متغير، يعني هو عبارة عن مكان زي مخزن أنا بخزن فيه بيانات معينة. البيانات دي قابلة إن هي تتغير زي ما هو ظاهر قدامنا كده. ده مثلا الفاريبل، ودي الداتا اللي جواه. وليكن أنا علشان أقرب لك المعلومة، أنا الفاريبل ده هو برايس لبرودكت معين، وأنا البرايس دي مع مرور الوقت هتتغير. فانا النهارده كان القيمه اللي موجوده جوه الفاريبل اللي احنا مثلا افترضنا ان هو البرايس هي $5. بعد فتره معينه انا حبيت ان انا اعدل ورحت جايب ايه، خليته $10 وحطيته في الفاريبل الجديد. فهي دي فكره الفاريبل، ان هو حاجه تقدر ان انت تغير فيها. هو عباره عن لوكيشن انت بتخزن فيه معلومات قابله للتغيير، وبرضو هنتعرف عليها اكتر لما نروح للمتغيرات او لما نروح للكودينج. ده شكل ال الفاريبل بيبقى بالمنظر ده، هو اللي ايه اسمه ايج. يعني مثلا ده مثال ل variable عايز يخزن فيه قيمة عمر شخص ما، تمام؟ فسماه ايج، ولقينا انه في حاجة اسمها انتجر. ايه الانتجر دي او ايه الاي ان تي دوت؟ ده عبارة عن داتا تايب او يعتبر من التايبس اوف فاريبلز. طيب احنا عندنا كام تايب اصلا؟ احنا عندنا كتير، من ضمنهم الانتجر والدبل والchar والسترينج والبول. طب ايه كل واحده؟ الانتجر دي بتستور انتجرز، بتستور ارقام صحيحه، بتخزن فيها ارقام صحيحه. طيب الدبل بتخزن فيها برضو ارقام، ولكن ارقام تقدر ان انت تكون كبيره شويه وفيها فواصل عشريه. طيب والكاركتر من اسمها الشار ان هي حروف، بتخزن فيها حروف. اما السترينج بتخزن فيها كلمات مش بس حروف. اما البول ده هو بياخد حاجتين بس، يا اما ترو يا اما فولس، بتخزن فيه يا اما ترو يا اما فولس. ودي الطريقة اللي بتخزن بيها، بتكتب الداتا تايب في الاول، وبعديها بتكتب الفاريبل نيم، وبعديها بتكتب الفاليو. وبكل اختصار لما انت بتعمل رن لللاين دوت بيتخزن الفاليو اللي هي مثلا 15 في المثال بتاعنا، بتتخزن في الميموري في الرام في الفاريبل اللي انت حطيته اللي هو اسمه age. طيب برضو في الفاريبلز بتاعتنا في عندنا رولز ان احنا نسمي بيها الفاريبلز زي الفاريبل اللي فات اللي اسمه age دوت. طيب ايه هي الرولز ديت؟ عندنا 5 رولز مهمين لازم تبقى عارفهم. اول حاجة انه ما ينفعش الفاريبل بتاعك يبدأ برقم، لازم يبدأ يا اما باندرسكور او بحرف. طيب يعني ينفع يبقى في ارقام، ينفع في النص او في الاخر، لكن ما ينفعش في بداية الفاريبل يبقى رقم. دي اول حاجة. تاني حاجة allowed characters، ايه الحاجات المسموح ان احنا تكون موجودة في الفاريبل؟ قلنا تكون الحروف سواء كابيتال او سمول، والديجيتس او الارقام، تمام. ولكن ممنوع ان يكون فيها سبيشال كاركترز. ايه هم السبيشال كاركترز؟ زي علامة التعجب، هاشتاج، المودولس ديت، كل ده ممنوع ان هي تكون موجودة في اسم الفاريبل. طيب تالت حاجة وهي انه السي بلس بلس كيس سنسيتيف لانجويج. يعني ايه كيس سنسيتيف لانجويج؟ يعني مثلا مثال الايج اللي احنا لسه كنا في السلايد اللي فاتت، انا سميت الفاريبل اللي هخزن فيه عمر الطلاب age كلها سمول. في قدام في الكود حبيت ان انا اجيب سيرتها تاني بنادي عليها او اي حاجه، فكتبت age بس باي كابيتال. هو هنا هيتعامل مع الاتنين ان هما تو فاريبلز مختلفين مش نفس الفاريبل. مش هتقول بقى خلاص هو هيفهم انه الاتنين دول age يعني ده عمر وده عمر، فالمفروض ده كمبيوتر المفروض يبقى فاهم. لا هو مش هيبقى فاهم، هو هيتعامل معاهم ان ده فاريبل متغير وده متغير تاني خالص، تمام. زي هنا بالظبط هو بيقول لك مثلا ده اسم فاريبل اسمه ماي فاريبل بفي كابيتال، وهنا ماي فاريبل كلها سمول، فهو بيتعامل معاهم ان هم تو فاريبلز مختلفين تماما. رابع حاجة وهي انه ما ينفعش تستخدم كي ووردز او ريزيرفد ووردز. يعني ايه ريزيرفد ووردز او الكلمات المحجوزة؟ هي كلمات زي انتجر، زي دبل، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، وكلمات تانية كتير ما ينفعش ان انت تستخدمها في تسمية الفاريبل.
لو سميت variable int int هيديك ايرور، ما ينفعش. تمام. طيب ليه؟ لانه خلاص هي المفروض هو بتستخدم في حاجة تانية، انت دي بتستخدم في حاجة تانية، ما ينفعش ان انت تستخدمها في اسم variable. for while if else الحاجات دي كلها ما ينفعش ان انت تستخدمها في تسمية الفاريبلز. هتقولي طب انا هقعد بقى احفظ كل الاسماء ديت، اسماء الريزيرفد ووردز، واخد بالي ان انا اتجنبها؟ لا، انت كده كده مع مرور الوقت في وقت قصير جدا وانت بتكتب كود هتبقى عارف ايه الريزيرفد ووردز ديت، وبكل بساطة هتتجنبها. انت مش محتاج تحفظهم، انت بالتعامل معاهم هتبقى عارفهم، فالموضوع مش صعب يعني، ما تقلقش. خامس حاجة واخر حاجة هو انه ما ينفعش يبقى فيه سبيسز، نو وايت سبيسز، يعني ما ينفعش الفاريبل ده يبقى فيه سبيس. زي هنا كده عندي ده invalid name، يعني ما ينفعش، دول invalid names. انا عندي هنا دي كلمة وراح فاصل بينهم بسبيس وكلمة تانية، ده غلط، ما ينفعش، هديك ايرور. طب لو انا عايز اعمل كلمتين هعمل ايه؟ بكل بساطة ممكن تحط بينهم underscore، فكده انت فصلتهم عن بعض من غير ما يكون في وايت سبيس. يعني ينفع تستخدم الاندرسكور سواء في النص او في الاول، ينفع تستخدم ارقام سواء في النص او في الاخر، لكن ما ينفعش في الاول زي ما اتفقنا. تمام. اخر حاجة معانا وهي البيست براكتس او الريكومنديشن براكتس، وهي الحاجات اللي المفروض ان انت تعملها في الكود بتاعك، ولكن لو ما عملتهاش مش هيديك ايرور، بس مش هيبقى الكود شكله لطيف ومش كود كاتبه شخص محترف، فبالتالي لازم ان انت تتبع الحاجات ديت، وهما برضو 5 حاجات. اول حاجة احنا هنا بنتكلم عن تسمية الكلاسز او الفانكشنز او الفاريبلز. ايه الكلاسز دي هنتكلم عنها قدام، ايه الفانكشنز لسه متكلمين عنها في اول حاجة خالص، والفاريبلز اللي احنا دلوقتي بنتكلم عنهم. ممكن نستخدم تسمية حاجة اسمها الكامل كيس. ايه الكامل كيس؟ هي بكل بساطة ان انت بتبقى بتستخدم اول حرف من كل كلمة يكون ايه، كابيتال او upper case. يعني عندي هنا my class name او my function name، هتلاقي ان ايه دايما اول حرف كابيتال والباقي كله سمول. طب ليه اتسمت بالكامل كيس؟ انه زي الجمل، سنم الجمل كده بتبقى فيها upper وفيها lower. تمام. تاني طريقة عندنا وهي السنيك كيس، اللي هي بتكون كلها كابيتال او كلها سمول وبيفصل بينهم اندرسكور. تمام. رابع حاجة وهو انك لازم الاسم الفاريبل بتاعك يكون بيعبر عن الحاجة اللي انت بتعملها. زي ما كنا بنخزن عمر الطلاب في فاريبل سمينا age، ما يجيش واحد يقول انا هسميه اكس. ايه اكس ده؟ ليه اكس؟ يقول لي هو غلط، يعني هو هيطلع ايرور؟ لا مش هيطلع ايرور، تمام، بس اللي هيجي يشوف الكود مش هيبقى فاهم ايه الاكس دي. فلازم ان انت النيم بتاع الفاريبل بتاعك يكون بيعبر عن الحاجة اللي انت شغال عليها. خامس حاجة وهي الكونسيستنسي. ايه المقصود بالكونسيستنسي؟ هو انك اذا استخدمت مثلا طريقة الكامل كيس في تسمية الفاريبل في اول فاريبل، يبقى الكود بتاعك كله بتستخدم طريقة الكامل كيس. طب انا استخدمت طريقة السنيك كيس، يبقى الكود بتاعك كله بتستخدم فيه طريقة السنيك كيس. دي من الحاجات اللي بتخلي شكل الكود كويس، مقروء. تمام، انت كده الكود بتاعك كود، لو انت اتبعت الحاجات دي كلها يعتبر شخص محترف كاتب الكود دوت. تمام. شكرا جدا ان انتوا تابعتوا الفيديو لحد هنا، وان شاء الله هعمل فيديو تاني للحاجات دي كلها بقى زي ما هي، ولكن ايه، كودينج. تمام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.